في عالم مليء بالاختيارات اللي قدامنا يعتبر اتخاذ القرار عملية مؤثرة وحاسمة جدا في حياتنا، وفي الفيديو ده هنتكلم عن الأدوات العلمية اللي هتساعدك في عملية اتخاذ القرارات المختلفة في حياتك، وده من خلال تلخيصنا لكتاب كيف تقرر. يلا بينا نبتدي في موضوع النهارده. الجزء الأول في الكتاب بيوضح لنا يعني إيه اتخاذ قرار، وبيوضح لنا كمان مشكلة ممكن ناس كتير بتعاني منها، وهي ان دايما عملية اتخاذ القرار بتعتمد على المشاعر او العاطفة او البيئة المحيطة، وانه بيكون قليل الشخص اللي ممكن ياخد قرار معين بناء على الجانب العقلاني او التفكير المنطقي، وده للاسف اللي ممكن يتسبب في ان انت تفشل في بعض الاختيارات اللي انت بتتعرض لها في حياتك. على سبيل المثال، مثال بسيط يعني، لو تخيلنا انك في مطعم وبتحاول ان انت تختار وجبة او اكلة معينة، واثناء قراءتك في المنيو ممكن تختار الوجبة دي بناء على الصورة اللي موجودة قدامك، واللي بتوضح لك قد ايه الوجبة دي ممكن تكون حلوة او هتسد جوعك بغض النظر عن المكونات اللي موجوده في الوجبه دي. ويمكن ده اللي بيخلي شركات المشروبات الغازيه المختلفه بتتعمد ان هي تظهر لنا ان قد ايه المشروب بتاعها ممكن يروي عطشك، مع ان مكونات المشروب ده بتكون مضره وما فيهاش اي فايده ليك، بس هي بتعمل كده علشان تاثر على قرارك. الجزء الثاني في الكتاب بيكلمنا عن الشك والقلق وعدم اليقين. دول حاجات ممكن تلاقيهم وانت بتاخد اي قرار في حياتك، وعلشان تتخلص من الحاجات دي لازم تعتمد في عمليه اتخاذ القرار على جمع المعلومات الصحيحه، المعلومات اللي بتكون مرتبطه بكل اختيار من الاختيارات اللي قدامك، وتفهم وتحلل المخاطر المرتبطه بكل اختيار من الاختيارات دي. على سبيل المثال، مثلا لو بتفكر ان انت تسيب الشغل اللي انت فيه دلوقتي وبتحاول تقرر اذا كنت تستمر في الشغل اللي انت فيه دلوقتي او ان انت تشوف الشغل الجديد، او يعني تشوف حاجه جديده تشتغلها، فالاحسن ما تخليش القلق من الشغل الجديد او الشك ان هو ما يعجبكش بعدين يكون هو المحدد لاختيارك. فالافضل ان انت تجيب ورقه وقلم وتعمل تحليل بالايجابيات والسلبيات المرتبطه بكل اختيار من الاختيارات اللي قدامك، وبناء على التحليل المنطقي اللي انت عملته ده هتختار الاختيار اللي هيتناسب مع اهدافك المهنيه او حياتك بشكل عام. وبيكون مهم جدا في الخطوه دي ان احنا نبعد عن المشاعر او العاطفه، وان عمليه تحليل الايجابيات والسلبيات لكل اختيار من الاختيارات اللي قدامك تكون منطقيه ومرتبطه بالواقع. وده اللي هياخدنا للجزء اللي بعد كده، وهو موضوع مهم جدا ممكن ناس كتير ما تاخدش بالها منه، وهو الانحياز المعرفي، واللي باختصار معناه انه انت بتجمع بيانات ومعلومات علشان تساعدك في ان انت تاخد قرار معين، بتنحاز للبيانات او المعلومات اللي بتؤيد القرار اللي انت عايز تاخده او القرار اللي انت مايل ليه اكتر، وبتتجاهل او مش بتكون عاوز تشوف باقي المعلومات او البيانات اللي بتكون قدامك. اكيد حصل معاك الموضوع ده، تلاقي نفسك بتدور وبتنحاز بس للحاجات اللي بتأكد الفكرة اللي في دماغك او بتدعم القرار اللي انت عايز تاخده، وتتجاهل اي حاجة تانية ممكن تيجي قدامك مع انها ممكن تكون مؤثرة وسبب في ان انت ما تاخدش القرار ده. بس لا، انا عاوز اخد القرار الفلاني وبناء عليه ههتم بالحاجات بس اللي هتدعم القرار ده. حاجه تانية مهمه في موضوع النهارده وهي القرارات السابقه او الخبرات اللي انت مريت بيها في حياتك. مهم جدا وضروري ومؤثر بشكل كبير جدا في ان انت حتى لو في بعض الاحيان اخدت قرار معين والقرار ده مثلا كان قرار غلط، تحاول ان انت تستفاد منه في الايام اللي جايه، او تحاول تستفاد منه في حياتك اللي بعد كده، في ان انت ما تكررش نفس الخطا مره تانية. واخيرا الكاتبه بتحدد لنا نشاط معين ممكن تعمله في حياتك يساعدك في ان انت تاخد قراراتك بشكل احسن، والنشاط ده عباره عن ان انت بتعمل التحليل المنطقي اللي قلنا عليه في البدايه، ان انت بتطلع الايجابيات والسلبيات في كل الاختيارات اللي قدامك اللي انت محتاج تاخد فيها قرار، وبتشارك التحليل ده مع بعض الناس اللي انت بتثق فيهم في حياتك علشان يساعدك في ان انت تاخد قرار معين او تختار اختيار معين من الاختيارات اللي قدامك. وده طبعا هيساعدك في ان انت تاخد القرار المناسب، وكمان ممكن الشخص ده يضيف لك او يوضح لك حاجات ما تكونش واضحه ليك من البدايه، ودي طبعا حاجه مهمه جدا خصوصا لو انت ما عندكش معلومات كافيه او عندك معلومات بس مش واثق فيها قوي عن الحاجه اللي انت عاوز تاخد فيها قرار معين. ولازم تكون عارف انك مهما كنت شخص مطلع او عندك خبره في حاجه معينه، ما تستهونش او ما تقللش من اراء او وجهات نظر الناس اللي حواليك في الحاجه دي. متنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتشوف الفيديوهات اللي هتظهر قدامك على الشاشه. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.